السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى كده نشوف يومنا كده، هنعمل الفطار مع بعض ونعمل كمان الغدا مع بعض. خلاص احنا خلاص بدأنا في الجد. ابو وهاب هنا يبقى لازم نعمل فطار ونعمل غدا كده كله مع بعض. هنا بقى أنا هنيت طبق بطاطس كده معتبر، وطلعت زيتون وجبنة قديمة، وبعت مهاب جاب فول وطعمية، وكان عندي طبق ملوخية كمان سخنته، وهقطع طماطم وخيار كده يبقى ايه تمام. وهجيب كمان معايا بيض واعمله بالجبنة زي ما احنا متعودين، جبنة رومي على شيدر كده كله، واروح جاي مقلباه في البيض. بس قبل ما اعمل البيض افضي الحاجات دي كده معايا في الاطباق، علشان وانا بعمل البيض هاخد معلقة من السمنة البلدي كده واحطها على الفول. فضيت هنا الطعمية في الطبق وبفضي الفول كده تمام. نجهز بقى فطارنا كده بقى، وكل يوم نقضي يومنا كده مع بعض نشوف اليوم ماشي معانا ازاي. انا كده عملت معاكم الفطار وهنفطر، وبعد ما افطر هعمل برضو معاكم الغدا وهنشوف هنعمل مع بعض غدا ايه. وطبعا جبت جرجير وغسلته كده برضو معانا على الفطار، ناخد كده جرجير فطار كده ظريف خفيف كده تمام. فضيت الفول وفضيت الطعمية، جبت معايا 4 بيضات وأحط عليهم جبنة من الجبنة اللي هي الميكس دي، وجبت معايا الطاسة حطيت فيها معلقتين من السمنة البلدي عشان هاخد منهم معلقة أحطهم على الفول. ماشي يا حبايب قلبي، جبت كده خلاص قلبت البيض، حطيت شوية كمون وشوية فلفل أسمر صغيرين على البيض عشان الزفارة، وبعد كده بنزل بالجبنة وبقلبها كويس جدا، ومعايا الطاسة سخنة. تعالوا بقى كده الأول قبل ما ننزل بالبيض ناخد معلقة كده من السمنة نحطها على الفول. ريحة السمنة البلدي جميلة جميلة جميلة، بس أنا عندي الولاد ما برضوش ياكلوا السمنة البلدي في أي حاجة، مش عارفة ليه، بس بضطر إن أنا أحطها علشان ياكلوا منها. كده خلاص حطيت معلقة السمنة على الفول، هاخد بقى البيض وأقليه، وعشان يبقى كده خلاص نكمل فطارنا ونفطر مع بعض يا حبايب قلبي. كده خلاص عملت طبق البيض بتاعي والفول، هقلبه برضو في المعلقة السمنة اللي أنا حطيتها ديت، وأحط شوية دقة ويبقى كده خلاص تمام. هنقلبه في بعض كويس جدا عشان السمنة تتخلط كده مع الفول. تعالوا بقى كده معانا نولع الكاتل بتاعنا، ناخد فطارنا ونشغل الكاتل يغلي، على ما نفطر نعمل كوبايتين شاي كده واحنا قاعدين. مهاب بيقول هنا حطوا لايك عشان انا جبتلكوا الفول والطعمية. ربنا يبارك في اولادي يا رب. شغلت الكاتل بقى كده يغلي على ما نفطر، ولما فطرنا شربنا الشاي بتاعنا وقمنا نشوف هنعمل غدا ايه. انا هعمل غدا ايه معايا النهارده؟ انا هعمل سمك ده اللي هو البلطي او الشبار. كان عندي 4 سمكات كده كبار ما شاء الله، ال4 سمكات دول عاملين كيلو ونص يا حبايب قلبي. ومعايا واحدة سمك روسي كده او مكاريل اللي انتوا بتقولوا عليه، نضفته كويس جدا وغسلته بالليمون والملح والخل والدقيق، ونقعت السمك ده قيمة 10 دقايق كده في المحلول اللي انا عملته ده. ومعايا البصلة ومعلقة توم، ومعايا هريسة الشطة اللي أنا عاملاها دي، والطماطم مجهزة معايا الطماطم برضو فرماها، وكل حاجة جاهزة معايا. هجيب معايا صينية وأحط فيها شوية زيت وأنزل بالبصلة والتومة وأديلهم تشويحة تمام. وأنا بديلهم تشويحة كده سيبهم بقى وأجهز حاجات السمك بتاعتي. أخد الرز كده أنا غسلته ونقعته، أخد أولع عليه جنب مني، وبعد كده أحط الطاسة وأحط السمك نقليه مع بعض. هنا بقى خلاص بجهزت الدقيق بتاعي، هاخد الرز الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا الرز حطيته ولعت عليه، والبصل متولع عليها تدبل كده، على ما اجهز الخلطة بتاعة الدقيق اللي هنحمر فيها السمك. كده تمام يا حبايب قلبي. الطاسة هنا حطيتها الزيت فيها عشان يسخن معايا على ما اعمل الدقيق. جبت معايا شوية دقيق، انزل عليهم بشوية دقة اللي هو الملح، والملح ده عليه فلفل اسمر وعليه كمون وعليه كزبرة مطحونة، ومقلبة كله في بعضه كده، باخد منه لأي حاجة أنا عايزاها. بملح بس الدقيق معايا عشان السمكة متبقاش عابة، تبقى فيها نسبة حدوقة كده بسيطة. أقلب الدقيق كله كويس جدا في بعضه بالحاجات ديت، وبعد كده أروح جايبة السمك بلاه في قلب الدقيق دي كده ونفضاه وأحطه في قلب الزيت على طول. من هنا أنا ما حشيتش هنا السمك، عشان السمك أنا هحطه في الصينية فالحشوة بتطلع معايا في الزيت، فالحشوة اللي أنا هحطها في قلب السمك لأ، أنا هحطها في قلب الصلصة. السمك هياخد من طعمها وهو في الصلصة.
عايزين نعمل صينية سمك كده خلاص. عايزين أبو مهاب ياكل كده شوية سمك معتبرين الأول لما يشبع من السمك، وبعد كده ندخل على اللحوم والفراخ والمشويات والحاجات التانية، عشان هو بقاله فترة ما باكلش سمك، فهو عايز ياكل سمك اليومين دول. واحنا عندنا الاتنين لأبو مهاب، اللي هو يأمره احنا لازم ننفذهوله على طول. هنا أنا مرضتش برضه عندي السمك الكبير ده كبير جدا، بس أنا مرضتش أفتحه من الجنوب علشان السمك ده أنا هقليه وهحطه في صلصة، إنما لو أنا هعمله حشوة بفتح ظهر السمكة كده من فوق بالسكينة وأدخل التتبيلة اللي أنا بعملها في قلب ظهر السمكة. البصلة هنا معايا بدأت تخش التحميرة وكده، هلحقها قبل ما تتحرق مني. الحقوها معايا كده يا جماعة، وتعالوا حط الصلصة وننزل بيها على البصلة على طول. نزلت كده بالصلصة على البصلة وخلاص قلبتها، وجبت البهارات بتاعي اللي هي فلفل أسمر وكمون وكزبرة ناشفة وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وشطة وفابريكا. كل البهارات دي هنزل بيها على الخلطة الجبارة بتاعتي دي. وحسيت ان الطماطم بتاعتي هتبقى قليلة شوية، انا مفرزة طماطم في الفريزر، جبت كده مكعب منها كمان ورحت جاية حطاه علشان الصلصة تبقى معايا كتيرة كده وحلوة. كده تمام يا حبايب قلبي. اقلب بقى كل المكونات دي كده كلها في بعضها، اغطي عليها بقى كده واسيبها لما تتسبك، على ما اكون انا حمرت السمك. على ما احمر السمك هيكون هي بدأت تتسبك معي. بس هجيب الاول شوية ملح احطهم، وهجيب قطعة الطماطم اللي انا قلتلكوا عليها علشان الطماطم كلها تتسبك مع بعض. هنا شايفين. وكمان انا جبت نص قرن شطة حامي على قرن فلفل اخضر وقطعته كده، ورحت جايه مقطعاه في قلب الصلصة. وجبت معايا معلقتين من الهريسة اللي احنا عاملينها في البرطمان ديت اللي انا وريتها لكم، وحطيتهم بدل ما كنت احطها في قلب السمكة وتتحرق، لا انا حطيتها في قلب الصلصة. اغطي بقى خلاص على الصلصة بتاعتي تتسبك، وتعالوا نشوف السمك مع بعض وصل معانا لفين. كده السمك خلاص اخد لون من اليمة التانية، هقلبه واحمر الاتجاه التاني معانا. هنا بقى يا حبايب قلبي اللي مشرفيني ونوريني في قناتي المتواضعة، بشكركم جدا جدا من جوا مصر ومن خارج مصر، شرفتوني ونورتوني. خلاص كده طلعت الكمية اللي اتحمرت معايا التلاتة دول، وبعد كده هاخد التلاتة التانيين هحمرهم برضو. بليتهم في الدقيق، وبعد ما بليتهم في الدقيق الزيت معايا سخن برضو، ورحت جاية نازلة بالسمك على طول محمرة. على ما حمرت الطاسة الأولانية شايفين معايا الصلصة اتسبكت كده خلاص تمام. أنا عايزاها تبقى كده ما تبقاش ناشفة قوي علشان تبقى مغطية معايا السمك اللي أنا محمرة. وطبعا الرز بتاعنا نشف معانا وكله كده تمام التمام. كنت أنا جايبة خضرة غسلتها وظبطتها. يومنا كده ظريف وخفيف، قضينا الفطار بتاعنا وقضينا غدانا مع حبايب قلبي. أنا طبعا ما أقدرش إن أنا أخبي عليكم حاجة، ولازم أقضي يومي معاكم. خلاص كده حسيت ان خلاص السمك التاني انا قلبته على الجنب التاني يتحمر. على ما يتحمر طفيت على الصلصة وهرص السمك، وبعد ما ارص السمك كله شغل البوتاجاز ياخد بس غلوة معايا، او تحطيه في درجة حرارة الفرن، وبعد كده تروحي جاية مطفية عليه. انا ما حطيتوش في الفرن، انا شغلت على البوتاجاز اخد غلوة ورحت جاية طفيه على طول عليه. وكده يا حبايب قلبي السمك اتحمر من الاتجاهين. هشيل من هنا برضو من الطاسة واحطه على طول في قلب الصينية بتاعتي. بصفي كده من الزيت وانا بطلعه، وبرص كده سمكة جنب سمكة بحيث محطوش على بعض ويتكسر. صينية سمك ديت ابو مهاب اللي طالبها، وكان نفسه كمان يتحط فيها بطاطس، بس قلتله خلي البطاطس في صينية الفراخ، اعمل لك صينية فراخ برضو كده جنبها. كده تمام. صينية السمك بتاعتنا خلاص جاهزة. وهنا بقى ايه، هتغدوا معايا بقى يا حبايب قلبي. بغطي السمكة كده بالصلصة بحيث ان هي كلها تشرب معايا من الصلصة بتاعتنا. هنا بقى هشغل البوتاجاز تاني تاخد غلوة بس معايا، وبعد كده هروح جاية مطفية وموطياه. وكده خلاص كده الغدا بتاعنا جاهز للأكل بقى، لما كل كده يتجمع ونبدأ ناكل لأن احنا واكلين متأخر. والرز كده تمام معايا، والخضرة غسلتها. وهنا بقى أقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايكات الجميلة بتاعتكم.